سلسلة لاين كينج واحدة من أشهر السلاسل في تاريخ ديزني، واللي بدأت طبعا بأول فيلم في سنة 94. وبيني وبينكم كده بصراحة الفيلم ده والمسلسل بتاع تيمون وبومبا هي الحاجة الوحيدة اللي تتشاف من الفرانشايز أو العلامة التجارية بتاعت لاين كينج. والفيلم التاني كان نص نص وكل اللي بعده أي كلام، بس ده مش موضوعنا النهاردة، خليه ده موضوع تاني الفيديو تاني. السبب الرئيسي اللي يخلي الفيلم ده عظيم أو يعني واحد من أهم الأسباب وهو طبعا الشرير العظيم سكار، تاني أفضل شرير في تاريخ الكرتون. وركز على النقطة دي علشان هنرجع لها قدام شوية. واحد من أعظم شخصيات ديزني عامة إذا لم يكن الأعظم. في الفيديو بتاع النهاردة احنا جايين نتكلم عن سكار وعن إيه قصته وإيه ليه هو عظيم وإزاي ديزني شوهت وخربت الشخصية. طبعا لو مهتم ده هيكون موضوع الفيديو، بس طبعا لو وراك صلاة وأي حاجة مهمة خلصها الأول وتعالى اتفرج على الفيديو، كده كده مش هيطير. حابب أشكركم على المشاهدات الكويسة في آخر فيديو بتاع بطريق مدغشقر، ده بجد على راسي. إن شاء الله من نجاح لنجاح ونوصل لآخر الشهر ده 3000 مشترك بإذن الله. ويلا بينا ندخل في الموضوع. طبعا في حالة لو انت مشوفتش فيلم لاين كينج، ودي حاجة شبه مستحيلة، فسكار هو اخو ملك ارض العزة مفاسا. هم صحيح اخوات لكن دايما بينهم نزاعات، وواضح طبعا مفاسا اقوى في الجسم لكن سكار اذكى. طبعا اسمه سكار نسبة للندبة اللي في عينه واللي سببها ما اتقالش في الفيلم الاول. وسكار برضو كان ليه علاقة مع الضباع وكان بيتعامل معاهم بشكل كبير جدا. لكن بقى الحاجة اللي بتعمل مشكلة كبيرة جدا هو ان سكار دلوقتي مش هيكون ولي العهد بعد مفاسا، لا هيكون سيمبا ابنه الصغير. وده طبعا اللي بيضايق سكار بشكل كبير جدا ويزود المشاكل بينهم اكتر. وسكار بيبقى بالنسبه له شايف ان هو المفروض يبقى الملك، فبيحاول يتفق مع الضباع ان هم يعملوا خطه ان هم يخلصوا من مفاسا وسيمبا او الاتنين مع بعض. في الاول بيحاول يقنع سيمبا ان هو يروح مقبره الافيال علشان الضباع هناك تاكله، لكن مفاسا بيجي ينقذه. والمره التانيه بيعمل تخطيط كده علشان يموت مفاسا وفعلا بيقدر ان هو يموته. وطبعا سيمبا بالنسبه له هو ما بيشوفش ازاي سكار قتله، وسكار بيقنع سيمبا ان هو السبب في موت مفاسا وان هو لازم يهرب بره ارض العزه ومحدش يشوف وشه. وطبعا سيمبا بيهرب وسكار بيكون هو ملك ارض العزه ويخلي الضباع تعيش مع الاسود في حياه يعني المفروض تبقى متناغمه، بس ده مستحيل لان دول بياكلوا دول والتوازن البيئي، فالدنيا خربت وبقى الناس مش لاقيه تاكل. لحد ما الوضع بيتغير لما سيمبا بيرجع ارض العزه بعد ما خربت وبيطلب من سكار ان هو يتنازل له، لكن سكار بيرفض لحد ما بتحصل بينهم مواجهه. وفي نص المواجهه سكار بيعترف لسيمبا ان هو اللي قتل مفاسا، وفي الاخر خالص سيمبا بيرمي سكار تحت عشان الضباع تخلص عليه. انقلاب مناسب ونهاية عظيمة جدا لشخصية شريرة وخبيثة. وبعدها سيمبا هو اللي بيحكم ارض العز. طبعا الكلام ده لو في حالة انك مشوفتش الفيلم ده زي ما انا قلت لك شبه مستحيل، بس ماشي خلينا نتكلم. لو جينا نتكلم عن العوامل اللي خلت سكار شخصية عظيمة، وبص انا مش بتكلم على سكار الاجنبي، مين سكار ده؟ انا بتكلم على الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة في تجسيده لدور سكار بشكل ممتاز، ويعتبر احسن واحد عمله في كل اللغات يعني باستثناء الانجليزي على تقييم ديزني، بس هو احسن من الانجليزي بالنسبه لنا كلنا يعني. كان جامد جدا، كان فعالات ونبره قويه جدا، حتى في الاغنيه بتاعته دي برضو كان ممتاز لانه بيقولوا يعني هو اللي قال 3 مرات قعد يسجل فيها عشان تطلع مظبوطه، وجه 3 مرات مخصوص في الاخر طلعت فعلا بالشكل الرهيب ده. مع ان اصلا في الطبيعي اي واحد بيجي يمثل في الدوبلاج ما بيجيبوش مثلا ان هو يجي يغني مخصوص، لا بيجيبوا له واحد ويجيبوا له فرقه ومش عارف ايه، لكن لا هو اللي عملها بنفسه، وده اللي مخلي يعني التزامه للشخصيه كبير جدا. ده الاجنبي نفسه جايبين له واحد يغنيها. كان واضح في الدور ده قد ايه الخبره بتفرق. وبرضه بص انت بتسمع سكار هو اعظم دور دوبلاج اتعمل في تاريخ مصر، حاجه كده ذهبيه، واغلب كلامه علق معانا. واكتر مثلا 3 حاجات هي طبعا الاغنيه بتاعته وابقى طيشه، وطبعا بتاعت اللي اسمها ايه انا قتلت مفاسا، يعني معروفه قوي دي، وانا محاط بشله متخلفه وكل الكلام ده. وطبعا الكتابة والترجمة المصرية ظبطت جدا في الحوار، عشان كده الفيلم برضو طلع عظيم وطلع بالشكل الجميل. برضو النقطة التانية من الحاجات اللي خلت سكار جامد برضو هي الدوافع بتاعته، لانها الى حد كبير جدا منطقية. فكرة ان هو شايف ان هو المفروض يبقى ولي العهد مش الصغير، وان كان هو خبيث وكل الكلام ده، بس برضو يعني تحس ان هو عنده شوية منطق. وعلى سيرة دوافع سكار خلينا نتكلم بقى احنا ايه، هنخرج بره الفيلم الاصلي العظيم وهنتكلم بقى عن الاجزاء التانية والحاجات اللي اتعملت في المستقبل، ونبدأ بمسلسل لاين جارد.
نشوف بقى قصة سكار في لاين جارد كانت عاملة ازاي. لما يعرفش لاين جارد ده، بس ده مسلسل اتعمل لابن سيمبا ومش بنته، لا ابنه. اسمع بقى يا عم القصة. بيقول لك بقى سكار كان في الاصل قائد الحرس الاسدي قبل كايون، وكان عنده زئير الاسلاف، واللي هي قوة سحرية بتمنحها ارواح الاجداد للقائد لحماية ارض العز. في الوقت ده سكار ما كانش اسمه سكار، كان اسمه موهاتو او اسم تاني ما اتذكرش في السلسلة. سكار كان عنده طموح كبير جدا، وكان بيحقد على اخوه مفاسا لانه شايف ان العرش من حقه. وفي يوم مجموعة من الاسود حاولت تاخد منه السيطرة على الحرس، فسكار استخدم الزئير لقتلهم. الارواح شافت ان سكار استخدم القوة دي في الشر، فايه سحبوا منه الزئير. عارف انت الميم بتاع جالك قرار ازالة؟ في نفس اللحظة دي سكار اتخانق مع عدوه اللي كان واقف جنب النار، فحرقت وشه وتساب ليه جرح خلى الكل يسميه سكار. بعدها فضل حاقد وقرر انه ينتقم وياخد الحكم من مفاسا، وده اللي ادى لاحداث فيلم لاين كينج. وفي لاين جارد بيرجع تاني على شكل روح شريرة بعد ما الضباع بيستدعوه بالسحر، وبيبدأ يخطط يسيطر على ارض العزة من جديد. ليه؟ يعني انت ليه رجعت سكار اصلا؟ وليه ايه القصة الباك ستوري العبيطة دي؟ وقوة الزئير وكانت زي الوشم كده على كتافهم، فحاجة عبيطة جدا. انت خليت المسلسل اللي هو الجزء الاول كانت او الفيلم كان قصة مؤثرة كده ومنطقية، يعني طبعا عبث عشان حيوانات وكده انا فاهم، بس برضه لا، كان قصة جميلة واحداث والراجل رجع وعشان ارض العزة وكل الكلام الحلو ده. لكن انت هنا انت عملت القصة عبيطة جدا وتخاريف والارواح والاجداد والهبل ده، فانت قضيت على قصة سكار، وسكار ما كانش محتاج باك ستوري اصلا. ما تسيبوا الراجل يرتاح في تربته يا جماعة. ايه ده؟ تعالى بقى نحكي لك قصة سكار من فيلم مفاسا لاين كينج اللي هو نزل 2024، وده هيبقى حرق للفيلم، بس هو فيلم زبالة اصلا فمش فارقة. سكار واسمه الحقيقي تاكا ما كانش اخو مفاسا الحقيقي، لكن اتربى معاه كاخ من عيلة مختلفة. الاتنين كانوا شباب وكل واحد فيهم عنده طموح، بس الفرق ان مفاسا كان محبوب والكل شايف انه الملك، بينما تاكا كان دايما بيبقى في الظل. مع الوقت الغيرة بدأت تاكل قلب تاكا، خصوصا لما شاف ان سرابي اللي كان بيحبها بدأت تميل لمفاسا، حتى اوروكوساكي وهاماتو يوشي قوي يعني. في الوقت ده تاكا دخل في تحالف مع اسود بيضة، وده خان مفاسا وبلغ عن مكانه. لكن وقت الجد تاكا تراجع في اخر لحظة وضحى بنفسه عشان ينقذ مفاسا. في المعركة دي بقى اتجرح فوق عينه. بعدها اتوج مفاسا كملك وسامح تاكا، لكن اطلق عليه اسم سكار على الجرح اللي بقى في وشه، وبقى رمز للي حصل. ومن اللحظة دي تاكا ما بقاش زي زمان، بقى سكار الاسد اللي فضل طول عمره شايل الحقد ومستني لحظة الانتقام، لحد طبعا ما يحصل احداث الفيلم الاول. برضو دي قصة ازبل اساسا، وهي القصة دي حرفيا بنسبة 90% شبه منحوتة من هاماتو يوشي واوروكوساكي في سلاحف النينجا 2012 اللي هو شريدر وسبلينتر. انت يعني مش هشرحها عشان اللي بيتفرج على القناة غالبا هو عارف وشاف المسلسل قبل كده، بس بشكل مختصر هاماتو يوشي واوروكوساكي. اوروكوساكي ده كان يتيم اتربى مع هاماتو يوشي في اليابان، وكانوا الاتنين زي الاخوات لحد ما الاتنين بيحبوا واحدة معينة اسمها تانج تشين، وتانج تشين دي بتميل لهاماتو يوشي مش لاوروكوساكي. اوروكوساكي بيبقى كرهه جدا وبقى عنده حقد وغيره، ده اللي بيؤدي ان هو يحاول يقتل هاماتو يوشي لكن مش بيقدر، وبالغلط بيموت تانج تشين. المهم يعني انت اكيد عارف القصه لو اتفرجت على سلاحف النينجا، ده كان مجرد اختصار كده يعني، بس ايه شبهها بشكل رهيب. وعامه القصه يعني ما تمشيش مع الاسود اصلا والهبل ده. يعني تخيل كل دافع سكار ولا الشر ده كله بسبب البنت اللي هي سرابي. انتوا مجانين يا جدعان، ايه الكتابه وايه اللايف الاكشن مقرف ده اساسا؟ نفسي اتكلم عن كده. وهي مشكله كبيره بصراحه في ديزني الفتره الاخيره، ان كل حاجه لازم سيكوالز، لايف اكشن، اجزاء لايف اكشن، اجزاء لايف اكشن، حرفيا ده كل يعني الحاجات اللي بتنزلها. انت متخيل ان هم شغالين في توي ستوري من 95، والسنه الجايه هينزل توي ستوري 5 بعد ما اتعمل له 900 مسلسل و900 فيلم. وكذلك الامر اللاين كينج. لاين كينج كان هو الفيلم ومسلسل تيمون وبومبا وبس، كل اللي حصل بعدها ملوش اي لازمه، مجرد حل. المسلسل بتاع تيمون وبومبا كان هزلي ولذيذ جدا، والفيلم كان حلو، خلاص بس كده، مش محتاج اكتر من كده. او انت قول لي ايه رايك في النقطه دي بصراحه، وايه رايك في سكار، وهل شايف ان هو شخصيه عظيمه ولا اي حاجه، وهل شايف فعلا معايا الشبه بين القصه دي وقصه هاماتو يوشي وروكوساكي، ولا انا بافور؟ طبعا كنت بقول لك على النقطه اللي في الاول دي اللي هو تاني افضل شرير في التاريخ. ليه؟ لان انا عملت فيديو عن افضل 5 اشرار في تاريخ الكرتون، هتلاقي يطلع لك كمان حاجه بسيطه كده، لازم تشوفه وقول لي رايك ومتفق معايا ولا لا. وبس، سلام. فاستعدوا لمعركة الحياة، استعدوا لوثبة الطغاة، معارك خطيرة، مقالب حقيرة، ونصيبنا هيكون ايه؟ السلطة والجاه. وعشان تاخدوا المكافأة مش عاوز اي شفا، وقد ما تدوني تاخدوا عدل وسلطة وجاه. استعدوا. ايوه هنستعد.